إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. إبراهيم وموسى. الله أكبر. باسمي وباسم كافة الجنود، باسمي وباسم كافة الجنود، لا نريدك فقط أن ترفعه فوق جمال المغاربة حسب، بل نريدك أن ترفعه العلم الجمهوري فوق القصر الجمهوري خفاقا سابقا في السماء، ونحن خلفك وعودك ونسيرك نكبر تكبيرات يهتز فيها فج الطائر ونقم وحتى نهتغل سنكبر تكبيرات تدوي في أسوار صنعاء، تدوي في أسوار صنعاء وتدوي على أبواب صنعاء، تدوي على أبواب صنعاء السبعة. نعم سيكون عونك وعودك ونكون عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك، وفوق هذا سنصلي في جامع الصالح ونعلي من على معادنها ونعلن سقوط الإمامة الساقطة. باسمي وباسم هؤلاء الجنود وباسم قبل هذا القيادة كلها وباسم الشعب كافة إلى قيادة السعودية نقول شكر الله سعيكم ورفع الله قدركم. لقد كنتم نعم الرجال سالبتمونا حين خذلنا الناس. أتت السعودية وأجازت السعودية وأكرمت وسيقت وقالت هذا هو وطنكم دافعوا عنه. أيها الناس ما وقفت السعودية خذوها لا أقولها مني ولكن للتاريخ وليشهد التاريخ على هذا، ما وقفت السعودية مع شعب إلا انتصر، ولا وقفت ضد عدو إلا انتصر. وقفت مع اليمن ولا تزال تقف معه في هذا العقد وفي العقد الذي قبله. وقفت مع شعب البحرين، ولولا السعودية بعد الله عز وجل أن البحرين مقاطعة إيرانية. وفي عقد 90 وقفت مع الكويت حتى انتصر، وفي عقد الثمانينات وقفت مع العراق حتى انتصر، وفي عقد السبعينات وقفت مع مصر ضد إسرائيل ووقفت حتى انتصر الشعب المصري، وفي الستينات وقفت مع سوريا ومع لبنان وأرسلت جيشا وانتصروا في تلك المعركة وسميت بمعركة الكرامة. وفي الخمسينات وقفت ضد الهجوم الثلاثي على مصر وأرسلت جيشا بقيادة الأمير سلمان بن عبد العزيز حتى وقفت مع الشعب المصري. وفي الأربعينيات كذلك. هذه الدولة السعودية الثالثة. النصر آت لا محالة، ما حصل في سوريا ما حصل في شامنا سيحصل منه في يمننا. الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم أنا وأخي وزميلي الأخ العميد عبد الرقيب السيباني المجاهد المناضل قائد عملية محور مران قائد لواء النخبة، ومعنا عدد كبير من ضباط وصف من ضباط قيادة محور مران. قمنا بأداء صلاة العيد المبارك في أحد مراكز قيادة كلية العروبة، وننقل تحياتنا من هذا المكان ونهنئ قيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي حفظه الله ونوابه حفظهم الله جميعا، ووزير دفاعنا ورئيس هيئة الأركان بارك الله فيهم، وكما هي لجميع الأبطال في الجبهات زملائنا زملاء السلاح المخلصين الأبطال وللشعب اليمني كامل، وأيضا لأشقائنا في مملكة التوحيد مملكة الخير الذي تعتبر الوطن الأول لجميع المسلمين أصحاب العقيدة والتوحيد، ولا قيادة ممثلة بالملك حفظه الله ولعاده وقائد قوات التحالف العربي. وأيضا كما هي موصول مننا خاص لقيادتنا المباشرة في قيادة قوات التحالف حفظهم الله. ونقول رسالتنا للأخوة لأبطالنا في الجبهات والذي هم في مناطق الحوثي ولا الحوثي نفسهم، والله وبإذن الذي لا إله إلا هو على أن النصر آت لا محالة، وعلى أن لا يمكن أن نحن نشك على أن نحن نقف في هذا في فوق أعلى جبل في قمة مران أو في صنعاء، أو على أن احنا سنشوف جثة عبد الملك الحوثي أمامنا مثلما أننا أشك في نطقه يشهد الله. ما في أدنى شك إطلاقا، فلا تيأسوا، النصر قادم. من هو الحوثي؟ من أبوه؟ خذفره الأيام بيننا لا من هو؟ والأيام بيننا والله أن نصرنا مدوي ما قد حصل في أي مكان، لا له مثيل
والسلام عليكم ورحمه الله. اي خدمات؟ الله اكبر.